سوبر ليج. حلقة بتيجي بعد التتويج وبعد ما العالم كله باستثناءات قليلة جدا فرحان علشان الأرجنتين، أو بوضع أدق فرحان علشان ليونيل ميسي. ميسي في سبتمبر 2019 خرج وقال للناس كلها في تصريح هو الأشهر ليه على مر تاريخه. وتخيل لما يبقى التصريح ده هو الأشهر ليه على مر تاريخه، وهو مش بيمجد في نفسه أو في مباراة. لما خرج ميسي في سبتمبر 2019 من 3 سنين وقال انه الجسد لا يرحم، وانه خلاص احيانا تلاقي ان انت عايز تعمل حاجه لكن جسمك ما يساعدكش انك تعملها في ارض الملعب. من وقتها لحد النهارده حقق ميسي الكوبا امريكا، وقدر انه يحقق اول بطوله ليه مع المنتخب الارجنتيني منتخب بلاده، ثم الحدث الاهم وهو الفوز بكاس العالم. سرديه الافضل في التاريخ بينه وبين مارادونا، بينه وبين كريستيانو، بينه وبين اي حد هنجيلها لكن بعد شويتين ثلاثه في حلقه النهارده. لكن في الاحتفال بالارجنتين وبعد ما المباراه انتهت واللي روح روح واللي احتفل احتفل، مهم نقف عند حاجه مهمه جدا. ربنا بيوزع الحب على عباده جميعا. انت بني ادم، في اللي بيحبك وفي اللي بيكرهك. لكن الراجل ده بخلاف ان ربنا اداله موهبه في رجليه وموهبه في دماغه في التفكير في ارض الملعب واداله من كل شيء، هو زرع حب للناس تجاه ليونيل ميسي اكتر من اي لاعب كوره انا شفته في حياتي على الاقل. وانا عارف بتفرج على كوره من سنه 95 تقريبا بوضوح لحد النهارده، فنقدر نتكلم على حقبه من الزمن انا ما شفتش حد ينال كل هذا القدر من الحب زي ليونيل ميسي. ميسي هناخدها من دلوقتي من اقرب نقطه لغايه ابعد نقطه ممكن تيجي في بالك. ميسي بيفوز بكاس العالم، بتبدا الناس تبارك، واللي بيبارك هنا مش اشخاص عاديين، بل هم اشخاص ليهم حيثيه مهمه في الكوره. بيليه رغم كونه برازيلي، رغم ان رونالدو البرازيلي قال ما اقدرش اتعاطف مع الارجنتين بحكم ان ده ديربي وان ده كلاسيكو وانه عداء كبير جدا، لكن بيليه احتفل بميسي. نيمار احتفل بميسي. ناس كتير جدا جدا برازيليين احتفلوا بميسي. وده هو الجزء الاقرب، انه لعيبه كوره وانه اساطير كوره بيحتفلوا بواحد من نجوم الكوره. فعادي انك تلاقي بيليه على الانستجرام وهو تعبان وهو في المستشفى بيحتفل بميسي. عادي انك تلاقي نيمار بيحتفل بميسي صديقه الموجود في باريس سان جيرمان، وبدا نجوم الكوره يتكلموا. ثم الدايره تبدا توسع شويه، انه برشلونه رغم انه ابتعد ميسي عن برشلونه، لكن في النهايه الجاليه الارجنتينيه مع جمهور ميسي الموجود في كاتالونيا والموجود في برشلونه ده بتاعهم. ميسي ده بتاعهم، وبالتالي احتفالات تلاقيها في برشلونه بعد بيليه وبعد نيمار تيجي التهنئه من برشلونه ومن اسبانيا اللي احتفلت بتتويج الارجنتين. ثم يجي بعد برشلونه تبدا الدايره توسع مننا بقى لمناطق انت مش متخيل انه يجي من هنا. يعني انت فاهم انه في نجوم كوره تمام، انه تيجي الاحتفالات من اماكن كان ميسي له علاقه بيها تمام، لكن تبدا الموضوع يوسع منك ويجي تقرير من الماركه يقول اللي بيحتفل بميسي هم مشجعون غير متوقعون. مين المشجعون الغير متوقعون اللي كانوا بيحتفلوا بميسي وبيحتفلوا بمنتخب الارجنتين؟ برازيليين. ازاي برازيليين؟ تقرير خاص بالماركه كان بيرصد انه هناك مشجعين برازيليين بيشجعوا الارجنتين علشان ميسي. التقرير ده كان في 16 ديسمبر قبل يومين فقط من نهائي كاس العالم. كان بيقول ايه؟ كان بيقول انه مشجعين لكرة القدم في البرازيل، واحد منهم كان بيقول حرفيا بصفتي مشجع لكرة القدم بعد ما البرازيل مشيت، اعتقد ان الارجنتينيين يستحقون هذا اللقب من اجل ميسي، وبعد خروج البرازيل انا ابتديت اشجع الارجنتين لانه ميسي هو افضل لاعب انا شفته في حياتي. افضل لاعب انا شفته في حياتي. ده مشجع برازيلي. بل انه اغرب من ده واللي يقودنا بقى للقصه الثانيه، انه في مدينه في قلب ريو دي جانيرو اسمها مورو دو ديندا، مدينه كامله داخل البرازيل او حي في ريو دي جانيرو، الناس كلها اعلام الارجنتين. يا جماعه انتم مش مدركين كميه الحرب اللي موجوده بين البرازيل والارجنتين في الكوره. فانه حي كامل برازيلي الناس كلها بتحتفل بميسي ومنتخب الارجنتين، ده غير منطقي ابدا باي حال من الاحوال. ولك ان تتخيل لو كان مارادونا في عهد
في 86 مثلا، هل كان المشهد ده هيتشاف في البرازيل؟ مستحيل، مستحيل. طب ازيدك من الشعر البيت كمان، انه بخلاف ده الاكوادور، جمهور الاكوادور كان بيشجع الارجنتين. وخد بالك هذا الامر لا يحدث في اوروبا، احنا جايين لاوروبا دلوقتي. اللي حصل في الاكوادور وبدرجه اعلى البرازيل لا يحدث في اوروبا. هم مش زينا افارقه مع بعض ابدا، هم مش افارقه مع بعض، هم مش عرب مع بعض، هو في النهايه ديربي كبير. وشوف العدد، مش مساله انه في 100 واحد بيشجعوا الارجنتين، في آلاف الآلاف وناس مزنقة في بعض، فيقول لك إن المساحة ضيقة والناس كتير. دي ناس في الإكوادور بتشجع ميسي. طب نخرج من أمريكا الجنوبية خالص، يعني نحاول نلاقي أي مدخل إنه أمريكا الجنوبية بتحب ميسي وفي النهاية الكل متعاطف مع ميسي. تعال نروح بقى لمناطق تانية ملهاش أدنى علاقة بالموضوع. الهنود، مال الهند بالكورة؟ المشاهد اللي جايه من الهند في الاحتفال بالارجنتين والاحتفال بميسي مرعبه. الهند بتشجع ميسي، حب الميسي فقط لا غير، ولا يمكن يكون ليها دخله، يكون ليها مسكه، غير ان الناس دي حبت الارجنتين علشان ميسي. ولما تبص على الاكوادور والبرازيل زي ما قلت ما يبانش ان ليها اي دخله غير ميسي. والراجل مشجع البرازيل لما اتكلم مع ماركا قال لهم انا بشجع الارجنتين بعد خروج البرازيل علشان ميسي، بوضوح. هذا الحب جعله ميسي وكأنه موحد الأمم. أنت بتوحد كل الناس. طب سيبك من الهنود لحد ما الصور تيجي، سيبك من الهنود. هل متخيل إن المدير الفني لمنتخب فرنسا اللي منتخب بلده هيلعب كأس العالم، نهائي كأس العالم، هل أنت متخيل إن الراجل المدير الفني لمنتخب فرنسا ديشام يطلع يقول إن في بعض الفرنسيين هيشجعوا الأرجنتين النهارده؟ هل متخيل؟ يعني نحسبها بالعقل، مصر ان شاء الله يا رب توصل نهائي كاس العالم مع الارجنتين، فيطلع روي فيكتوريا يقول لك انه في مصريين هيروحوا يشجعوا الارجنتين ضدنا. كان هناك مجموعه من الفرنسيين بيشجعوا الارجنتين علشان ميسي ولاسباب اخرى جايين لها بعد كده. المناطق اللي في العالم كلها كان هناك شعار موحد هو من اجل ميسي. الحقيقه انه المشاهد دي هي مشاهد كلها دراماتيكيه، ومشاهد كلها تقول لك انه قد ايه المسائل هنا واضحه، انه ده بيتعمل علشان ميسي فقط لا غير. لكن المشهد الاخير اللي عايز اذكره في القصه دي هو مشهد الاوروبيين. يا جماعه في لقطات كانت واضحه تبدو لي غريبه. جوتسا اللي نكد على ميسي ونكد على الارجنتين، مهاجم المنتخب الالماني اللي سجل هدف فوز المانيا وخساره الارجنتين باللقب في 2018، كان سعيد بفوز ميسي. اهل نابولي اللي حبوا الارجنتين علشان خاطر مارادونا كانوا كلهم ورا المنتخب الارجنتيني وورا ميسي. طلاينة سابوا الفرنسيين جيرانهم على الخريطه وجغرافيا وكل شيء ممكن علشان يروح لميسي. فعندك نجم الماني بيقول ميسي، والطلياني بيقول ميسي، والهندي بيقول ميسي، واللي بينه وبين الارجنتين عداوه زي الاكوادور والبرازيل بيقول ميسي. حتى الفرنسيين كلهم قالوا ميسي. ميسي كان هو موحد الامم في مشهد لا اعتقد ابدا انه ممكن يتكرر في الكوره بهذا الشكل من تاني. هي لقطه يمكن ما خدناش بالنا منها لانه دخلنا في جدل ميسي ومارادونا ومين اللي انتزع صداره الافضل في التاريخ ودخلنا في قضايا تانيه، لكن المشهد ده كان لازم كلنا نقف عنده. ميسي كان هو موحد الامم، وعند المنتخب الارجنتيني لازم نقف وقفه تانيه مهمه لان